النهارده احنا موجودين من افتتاح الفرع الثاني لمختار اسماعيل سنتر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي واهلا طبعا باخبار اليوم واهلا طبعا بصدى البلد طبعا. حابين ان احنا الاول نبارك لك الف الف مبروك على الافتتاح، وشايفين النهارده التهافت من نجوم المجتمع المصري والفنانين والفنانات. عايزه اعرف ايه سر التهافت دايما، السر المتميز انت بيه الناس دايما متهافته عليك؟ السر طبعا ان احنا بنركب طريقه على مستوى العالم كله مميزين بيها، اللي هي طريقه الرنج الليز اللي هي بدون لزق وبدون خياطه وبدون كليبسات. الطريقه ديت الحمد لله انا اللي مخترعها بشخصي من تاليفي. في نفس الوقت اخترعتها ليه؟ عشان خاطر كل الحاجات اللي موجوده في السوق بتقطع الشعر بتبهدل الشعر، فعشان كده انا يعني الشعار بتاعي اللي هو بدون لزق وبدون خياطه وبدون كليبسات. طبعا كل اللي موجود في السوق النانو وكريستال وهو في الاخر شمع ولزق ودبل فيس وكل الكلام ده انا ما بمسحش بيه، ضد الكلام ده على ان انا بركبه وموجود عندي، بس ما بمسحش بيه الا لما يكون العميل متمسكه وعارف اللي هو شعرها اتقطع واضطر اللي هي تركبه، فهو ده بضطر اركبه. لكن طريقتي الحمد لله ما بتقطعش الشعر ولا 1%. وفي نفس الوقت مميزين كمان اللي الطريقه بتاعتك تلم بيها دي الحصان، مميزين كمان ان انت بتسرحي شعرك من الجدر، مش بتحتاجي ان انت تسرحي من بعد التركيب. في نفس الوقت عمليه، في نفس الوقت ما بتحتاجيش تزودي شعر تاني لما تيجي تعملي الريفيل بتاعك. كل دوت مميزين بيه. دي حاجه. تاني حاجه اللي احنا برضو مميزين ان انت لما بتيجي تركبي شعرك بتركبي 45 دقيقه، لما بتيجي تفكي شعرك بتفكيه في 10 دقائق، مش زي اللزق والدبل فيس والنانو تلاقيه بتقعدي بثلاث 4 ساعات وبتركبي في 5 6 ساعات. فطبعا احنا مش مميزين في ده الطريقه اللي احنا الحمد لله مميزين بيها. انت كده عملت لي المعادله الصعبه، انت حققت لي معادله صعبه ان انا شعري مش هيتاذي زي الطرق التقليديه اللي احنا عارفينها زي الدبل فيس وزي اللزق وزي حاجات كتير. وفي نفس الوقت يعني انا الوقت يعني احنا على طول الستات دايما مستعجلين وسايبين نفسنا لاخر لحظه، ففعلا بيقعدوا معانا ساعتين و3 ولما بيتفك بياخد وقت، وفي نفس الوقت الكوست حلوه. يعني انت دي معادله صعبه جدا جدا. طبعا انا حققت لك زي ما حضرتك بتقولي وقتك، حققت لك فلوسك، بدل ما بتيجي تعملي الريفير وتدفعي تضطر ان انت تزودي مثلا 50 جرام ولا 100 جرام ولا كذا ولا كذا، وفرت لك وقت، وفرت لك شعرك الاساسي اللي هو ما بيتقطعش ما بيبهدلش، شعرك بيطول وبيتقل على التركيب، ما فيش اي اذيه 1%. انا لازم اشوف الصح فين واعمله للعميله، اللي انا بدور على اللي ينفع للعميله واللي يمشي معاها، مش اللي هو النهارده انا بركب للعميله وخدت منها فلوس وما جاتش تاني. لو ما جاتش تاني دي خساره ليا مش مكسب، انا مكسبي اللي هي تيجي تاني وتجيب اللي معاها وتجيب صحابها وتجيب اصدقائها. عشان كده الحمد لله لما عملت الفنانين والاعلاميين جابوا بعضيهم طبعا. يعني نقدر نقول ان الامانه هو الحاجه اللي بتميز مستر مختار اسماعيل معانا النهارده، صحيح؟ طبعا الامانه واللي انت تعاملي ربنا في شغلك وفي الخامه اللي انت بتشتغلي بيها كشعر طبيعي، ودي اهم حاجه في المهنه بتاعتنا ديت، الامانه طبعا فوق كل شيء، واللي انت تعاملي ربنا مع العميل. طب عايزين نعرف ايه خطواتك الجايه؟ خطوات الجايه ان شاء الله ناويين نفتح فروع بره مصر وداخل مصر تاني ان شاء الله. احنا عملنا الفرع بتاع اكتوبر عشان خاطر يبقى واخدين اهل اكتوبر واهل زايد والمهندسين والزمالك واسكندريه. فرع التجمع واخد اهل مصر الجديده والتجمع والرحاب ومدينتي، فانا بحاول انا طبعا اللي بشتغل بنفسي، مش عندي حد مثلا بيشتغل او زي ما احنا بنسمع مثلا فلان او كذا او كذا ويروحوا يلاقوه ما بيشتغلش. يمكن الناس بتستغرب لما بتلاقيني انا بشتغل بنفسي. انا بشتغل بنفسي عشان انا ضامن نفسي، يعني ضامن نفسي في شغلي، وفي نفس الوقت الطريقه دي انا مش معلمه غيري انا والحمد لله. والمهندسه داليا طبعا هي صاحبه الديكور دوت طبعا كله، هي اللي كانت ماسكه الفرع الثاني، هي اللي ماسكه كله.